بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، نلتقي بكم اليوم وهذا اللقاء الآسيا والأوروبي العالمي، ولقاء منتخبنا الوطني مع المنتخب الروسي. شيء جميل أن نشاهد منتخبنا يعني يخوض هكذا مباريات عالمية في أجواء عالمية في ملاعب أوروبية من خلال مواجهة منتخبنا المنتخب الروسي في هذه الأيام، أيام الفيفا داي. المباريات تلعب وتحسب نقاطها من أجل المستوى ومن أجل التصنيف في سلم ترتيب تصنيف المنتخبات العالمي. أيضا مباراتنا لهذا اليوم مباراة منتخبنا، الكل يترقب، الكل ينتظر هذا المنتخب. ربما لأول مرة يكون هذا التجمع من خلال هذه الأسماء بعد آخر مباراة وآخر مشاركة من خلال تحقيق اللقب الخليجي والفوز بكأس الخليج التي أقيمت مؤخرا في البصرة الفيحاء. ها هنا اليوم منتخبنا يجتمع من جديد، ومن خلال هذه العناصر الحاضرة بوجود علي الحمادي، زيدان إقبال، أسماء حاضرة على مستوى دورينا وعلى مستوى اللاعبين المحترفين في أنديتنا العربية، في الأندية العربية وفي الأندية الأوروبية. ننتظر أن نشاهد منتخبنا بحلة جديدة، بثوب جديد، بتكتيك جديد وبعناصر هي جديدة قديمة، لكن الإضافة تكون حاضرة من خلال الأسماء الحاضرة والمتواجدة لمنتخبنا على مستوى التشكيلة الأساسية والدكة البدلاء في هذه المباراة. هنا لقطة جميلة من خلال لقطة البداية وركلة البداية بالتأكيد. هذا الكرة والسيطرة على مجريات اللقاء، هذا الكرة العرضية لكن تبعد يجريها المدرب كارمن من خلال هذا اللقاء مقارنة بالأسماء. من الجهة القريبة يحاول اللاعب إيفان أوبلياكوف، لكن الكرة تبعد من منتخبنا بتنظيم دفاعي. العرضية المحاولة، الكرة تبعد، تصطد بمصطفى جهة اليمين. إبراهيم بايش، تمريرة مثالية لمنتخبنا. زيدان، الله يا ابراهيم، كرة حاول ان يستغل خروج الحارس، لكن بالنهاية الكرة ابعدها المدافع رسلان لتيفينوف لتمريرة الى علي الحمادي. التحرك ما بين قلب دفاع المنتخب الروسي، علي الحمادي، الله 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 على هذا الاداء، على هذه الدقائق العشر الاولى المميزة لمنتخبنا. شاهد التمريرة، يا عيني على التمريرة، موسيقار بدأ يعزف اجمل الآلية. كرة الآن لمنتخبنا جهة اليمين، إبراهيم بايش، يمكن المساندة من أسامة رشيد، والكرة المحاولة ابعد، وحسن التغطية، التسديدة حلوة التدخل من حسن في التوقيت المناسب. تدخل أربك اللاعب الروسي، اللاعب إيفان أوبلياك. العرضية من علي، محاولة الآن لكن الكرة تبعد من الدفاع. المحاولة الآن المنتخب الروسي يحاول التسديد، الكرة خطرة المنتخب الروسي، المهارة، كرة خطرة لكن الكرة إلى ركلة ركنية. أول الكرات الخطرة كانت من اللاعب الروسي، يحاول مرة وتقدم خطرة المنتخب الروسي، لكن برافو أيمن، هي جول 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 جول. لا 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 أيمن حسين بانفراد بكرة وهو يواجه المرمى وسط حصرة عدنان درجال وتقدم علي الحمادي، الحمادي العرضية، يا الله يا عيني ويا سلام ويا جمالك ويا مهارتك يا علي الحمادي. يحاول زيادة عددية، يلا يا زيدان، يلا يا زيدان، يلا يا زيدان. عددية حاضرة، الزميل حاضر، تسديدة قوية، حلوة يا إبراهيم على سياسة ومبدأ القادمون من الخلف. قطع الكرة ومروة تقدم وإن كانت لديه الحلول. علي الشديق المنتخب الروسي، كرة خطرة، تسديدة لكن ضغط، جبات دفاعية أكثر من رائعة. إبراهيم بايش، إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، والكرة إلى ركلة ركنية. يحاول الكرة خطرة، اضغط يا علي الحمادي، الله 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 على التسديدة والكرة والابعاد من جلال حسن. تسديدة قوية، هذا هو سلاح المنتخب الروسي. وجهة اليمين طبعا لمنتخبنا، ضغط، برافو، الله يرقص على الغام الطرب الروسي. وهنا امجد يحاول ان يصحح الخطأ، ضغط من علي فائز، شوط ثاني يبدأ والمنتخب الروسي يحاول أن يفاجئ منتخبنا. ممتعة ومثيرة وخطيرة. هنا التسديدة، برافو جلال، والكرة وهدف أول.
بعد أن أبعد الكرة جلال حسن، أتت المتابعة من أنتون ميراتشوك، وهدف أول للمنتخب الروسي في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني. هدف أول، هدف أتت من خلال المتابعة للمهاجم أنتون ميراتشوك، دخل بديل، وبدخوله أتى الهدف الأول للمنتخب الروسي. خطرة، ضغط من أسامة رشيد، تسديدة تصل. المنتخب الروسي خطير في الشوط الثاني، كرة خطرة لكن مرت بسلام على مرمى منتخبنا وعلى مرمى حارسنا جلال حسن. المنتخب الروسي في الشوط الثاني يعني فائز. خطرة المنتخب الروسي، خطرة داخل منطقة الجزاء، سدد كرة وهدف ثاني. يعني مر بسهولة من جهة اليسار، مر وراوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد، لا وجود لضغط ولا مضايقة ولا مساندة، وهدف ثاني للمنتخب الروسي. بارت الأخطاء الدفاعية بالجملة في الشوط الثاني، فأتت الأهداف الروسية في الدقائق. جهة اليمين الآن محاولة المنتخب الروسي، كرة عالية تبعد من علي فائز، ولا كرة خطرة، الله يا جلال، مرة ثانية عادت راسية، جلال يواجه المد الروسي الهجومي، والكرة لا تزال داخل منطقة الجزاء، راسية خطرة، ابعد يا علي فائز، يعني لحظات صعبة. جلال حسن يواجه المد الروسي الهجومي، وينجح جلال بإنقاذ كرة صعبة هي رايحة للمرمى، لكن جلال وبكل اقتدار ينجح بإبعاد الكرة. المنتخب الروسي الآن التسديد يواجه منتخب قوي على المستوى الآسيوي والعالمي، اللي هو المنتخب الروسي. بالسلامة لحسن رائد. تغييران أجرهم المدرب خيزر. أنتون رينكوفسكي المنتخب الروسي، كرة خطرة داخل منطقة بالشوط الثاني، رأسية تصل. استحقاق القادم الكل يعلم كأس آسيا مطلع العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وسعادة، ينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. كل سنة وانتم بخير وفرحة وسعادة. المفرش ده اشتغلناه على القناة، اشتغلناه بلونين، اللونين دول مع بعض، واشتغلناه كمان بالسادة، يعني لون واحد. المفرش ده موجود على القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين.